يا كل سامع للقصيدة قد الهاقي الصعد من باطل المقصود والقصد ندعم الشهيد، وباطل الصمت ذي قد حل وفي فرشه لقد واصحابنا سته في صمت عجيب. لكل القصائد قصد يرصد لمن قصد، وكل المقاصد والقصائد لها رصيد. فإذا في القصيدة مقصده من قصد حصد، فذا في قصيدة مقصده من قصد حصد، وذا في قصيدة يقصد المهد والعصيد. شوفوا القضايا، شوفوا الناس في البلد صدى تفاعلهم بيمطر ويرعد رعيد. كل الشباب والشل صبيا مع الولد، وإحنا مع سلطان وعدنان مع وليد مع عصام العفيف وشايف هم لبعضهم سند، مع زايد الكف وابو ناصر مع عبد الحميد، مع عياد عارف وهيمان مع موفق يعتمد مع الشيخ عارف، وقائد أيضا مع العميد مع أمين بهوان عبد الله حاضر ومجتهد مع الشيخ أبو صقر، جميعا صوتنا مع الشهيد. لو عاد ألاقي صمت سأهجيكم برد، واستخدم النقد مع الذخيرة من جديد، سلاح القوافي وشعري ذخيرة كما البند. لا من يعترض لي أو يقول جنين وليد جننت فعلا وصمت البعض قد جاب الكمد، بجنن وبتخنبل بقطع أشعاري وبسد الوريد. جننت فعلا وصمت البعض قد جاب الكمد، بجنن وبتخبل بقطع أشعاري وبسد الوريد. بجنن وبمشي من كريتر للعنت للشيخ عثمان وبسرح لي بعيد. لين تاخذ الثار والأخبار تعمم في البلد، وتوصل الأخبار أخذنا الثار نم يا شهيد. أما حياة تنفع وللقضية وللشهيد تكون سند، أو كلنا نجنن ونخبط ونتربط بالحديد. يا أخي ويا شيخي ورزقي ومالي والمدد، هيا جميعا كلنا ندعم ونحشد من جديد. وأنا ليس قصدي في قصيدي كمن عصد، ولا مقصدي دعم اقتصادي من القصيد. أنا لي هدف سامي ولي في السماء سند، ولي هم يسري في الشرايين والوريد. أنا ويش أنا يا ليتنا غير ما ورد، أنا ويش أنا يا ليتنا غير ما ورد. ومن قال أنا ذاق العنا والعنا شديد. أنا شاعر والشعر يقبل وينتقد، هو سيف ذو حدين يطعن كما تريد، في الحد الأول يرضي الواحد الأحد وله حد ثاني مع القضية والشهيد. وأنا لا كتبت الشعر يوما بأي حد، فأنا الملتزم دي ما يخالف ولا يحيد، فأنا الملتزم دي ما يخالف ولا يحيد. تحياتي لكم.